ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هعمل لكم طريقة عمل العدس. طبعا الشتا داخل وكلنا بنحب العدس بقى، وهي دي الأكلة الرسمية بتاعت المصريين. أنا كنت نزلت فيديو قبل كده على طريقة عمل العدس وطريقة التفريز بتاعته الصح. أنا بعمله يا جماعة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بتعمليه والله ما بيكمل معاكي 10 دقايق وتلاقي العدس جاهز وبتاكلي أحلى شوربة عدس. بس لو مشيتي معايا خطوة خطوة في الفيديو ده هقولك على الطريقة الصح اللي تعمليه بيها، مش هتدوقي قطع من الطريقة دي، وسهلة جدا معاكي ومش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا بينا هقولكوا على الطريقة سوا. بسم الله. بصوا، احنا عندنا هنا انا جايبه كيلو عدس، فلا هتمشي معايا خطوه. انت هاتي كيلو عدس اصفر، مش هيضر مش هيخسر، يعني ما تعملهوش كله. لو عدد الافراد الاسره مش كتير يعني، فانت مش ما تعملهوش كله. فانت هتعمليه، هتشيلي الباقي في الفريزر زي ما اتفقنا عملته في الطريقه في الفيديو اللي فات. كنت منزله الطريقه اللي احنا هنفرزه بيها، فمش هيخسر معاكي. فهجيبي كيلو عدس، طبعا انا غسلته كويس وحطيت عليه الميه لحد ما توصل للمستوى ده. طبعا هتجيبي حله كبيره، فعشان خاطر هنضيف مكونات تانية، ودي المكونات اللي احنا هنضيفها عليه. عندنا هنا اهو الثوم. بصوا، 6 فصوص ثوم الحجم ده. لو الثوم كبير هتبقى اربع فصوص ثوم. ودي انا معايا هنا جزرية كبيرة قوي وجزرة تانية، فلو الجزرة حجم ده اعملي 3 جزرات. ودي الطماطم اللي انا مستخدماها الحجم ده، مستخدمة 5 طماطميات بالظبط، وبصلاية واحدة، وبطاطاية واحدة كبيرة ومقطعاها. فانتي لو هتستخدمي لو عندك بطاطس صغيرة فهتستخدمي بطاطستين مثلا. لو البطاطس كبيرة هتبقى بطاطسية واحدة بس كفاية على كيلو العدس، فدي الكمية المطلوبة. انا هنا قطعت الطماطم والبصل والجزر والبطاطس، وحطيت فصوص الثوم زي ما هي، يعني ما هرستهاش ولا حاجة، زي ما هي كده حطيتها. وجبت الحلة اهي، حطيتها على النار، على نار عالية، وهنغطيها. دي اول حاجة هتسيبيها على نار عالية لحد ما تبتدي في الغليان وتغلي. بصوا اهو، انا كده هغطي عليها، سيبيها بقى مع نفسها اهي كده. بصوا بتغلي. طبعا انا زحت غطا الحله شويه عشان خاطر هو عمال بيفور شويه، عشان كده قلت لك استخدمي حله كبيره في الطريقه دي. كده بصوا بيغلي. اول ما بيغلي بقى يا بنات بنوطي عليه النار، ما بنسيبهاش عاليه لحد ما يستوي خالص. وتفضلي بقى طبعا تتابعيه وتشوفي الجزر، بتشوفيه بالشوكة ان هو استوى خالص واتسلق خالص، والعدس استوى، وده المنظر بتاعه الاخير. بصوا ان هو كده خلاص استوى بقى تمام قوي زي الفل. بصوا ما شاء الله كده هو تمام استوى. ده كده انا شلته من على البوتاجاز خالص، وهنا انا سايباه يبرد لاني ما عنديش هاند بلندر. لو عندك هاند بلندر تقدري طبعا تعمليه على طول، هتفرميه على طول بالهاند بلندر حتى لو سخن، مفيش اي مشكله. فانا هنا اللي ما عندهاش هاند بلندر زيي هنقدر نستخدم الخلاط الكهربائي. فاحنا هنسيبه يبرد. اوعوا تستخدموه يا بنات او هو سخن على الخلاط، لان الخلاط ما يستحملش ينفجر على طول يتكسر. فاحنا طبعا هتسيبيه يبرد لو ما عندكيش هاند بلندر، وهتخلطيه في الخلاط بالمنظر ده. تمام كده العدس تمام خلص. هنا بقى هنجيب حلة على النار وهنحط فيها معلقة زبدة. تقدري عايزة تستخدمي زبدة تستخدمي زيت، بس يستحسن زبدة عشان كده بتدي طعم، تكسبه طعم حلو كده في الاكل. فيعني يستحسن تستخدمي زبدة احسن. هنا انا جبت هنا ربع كيلو شعرية، او على قد الكمية اللي انت عايزة تعمليها طبعا هتستخدمي الشعرية. فده طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها. هفضل اقلب في الشعرية كده على النار في معلقة الزبدة لحد ما هتتحمر معانا. بصوا يا بنات هتتحمر بالشكل ده كده. بصوا هتاخد اللون ده اهو،
سهل جدا. خلاص هي كده اتحمرت، هننزل بقى عليها بالعدس. بصوا بقى، اوعى الجمال، دي الاكله الرسميه بتاعه الشتاء. جمالها جمالها جميله جميله جميله، ففعلا تحفه تحفه، انا بحبها جدا. بصوا، هنقعد بقى نقلب. هنا بقى هنضيف ميه على على كميه العدس اللي احنا دلقناها على الشعريه. ليه؟ لان العدس وهو بيستوي في الشعريه والشعريه تستوي فيه بيتقل بيتخن كده. فطبعا انت محتاجه تزودي مثلا 3 كوبايات ميه. المهم على حسب ما انت تشوفي اللي هو بصوا السمك بتاعه يبقى بالوضع ده كده اهو، ما يبقاش تقيل، لان انت لو ما حطيتوش ميه هيتقل ويكتل. تمام، فاحنا هنضيف كوبايتين 3 ميه على حسب ما تشوفي السمك بتاعه اهو. يبقى السمك بتاعه كده لذيذ، شوربه كده تبقى لذيذه زي ما انت طبعا هتشوفيها وتقدريها. هنا حطيت كمون وحطيت ملح، ما بنحطش حاجه تانية، كمون وملح وبس. بعد ما ضفنا الميه بنحط الكمون والملح ونقلب بالمنظر ده على نار بقى هاديه، ونسيبه يستوي لحد ما الشعريه هتلاقيها استوت خالص، بتدفي عليه. بصوا بقى الجمال. هنا طبعا انا غرفته. هنحط بقى طبعا عليه حته زبده كده على الوش وهو سخن. بصوا هي ساحت عشان طبعا الطبق انا لسه غرفاه، فهو سخن مولع، بتسيح كده عليه بالمنظر ده. بصوا الجمال، ولا لونه كمان، ولا بقى ريحته يجنن. طبعا تكليب المعلقه، تكليب العيش، تاكلوه جنبه بصل اخضر زي ما هتحبوا. المهم ان العدس فظيع، والاكله الرسميه بتاعتنا في الشتاء. بصوا بصوا يا جماعه، لا تحفه تحفه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، باي.